كبيرة. شكرا تلميذ. هكذا ترفع كاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكويت العزيزة. هنا في لحظة تاريخية الكاس العالمية. أسود الأطلس هم أبطال العالم لسنة 2025. والله انكم بالفعل الحمد لله الذي وفقكم ابطالنا. والله انكم رجال كرة. يلا اول فريق عربي الحمد لله. الحمد لله تاريخي في سماء المونديال كما هي النجوم انجاز واللقب الفيفا. النجوم التي سطعت والنجوم التي تألقت. وهنا في لحظة إبداع وفي صورة ولا في خيال، لأن هذه الحقيقة وليس الخيال. هذه الحقيقة وليس الخيال. سبحان الله. الله أحياني بالعمر عشان أشوف الفرحة حتى أرادي الفرحة. ارقصوا، هذه فرصتكم. نعم، الشعب المغربي فخور بكم، الشعب العربي فخور بكم. نعم، الشعب الأمازيغي فخور بكم. تنمير شكرا في لحظة للتاريخ وفي صورة للذكرى. هكذا الصادق على الكاس، علاها في لحظة الفرحة والتتويج باللقب العالمي. يا لا من صورة يا سادة الكرام، صورة للتاريخ. هنا جاءوا من أجل الانتصار بعيدا عن لغة الانتصار. هذا طموح المغاربة. ألف مبروك. ولا شيء مستحيل. نعم، كل العام يطلع عليها كل مغربي فخور. هنا بما حقق الصورة. بس المشكلة إذا دخل فيهم ممكن مشكلة يا باصر. والله بصير. لا بس بالمسابقات الدولية ممنوع. مسابقات لا ممنوع، بعاقبوهم. أنا مش فاز بلقب عالمي وخلاص. الله مبروك يا أبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، تحياتي لكم. عدت إليكم بعد غياب 6 أيام، يعني كنت مرهق كثير من الفيديوهات وكنت مشغول يعني في 6 أيام بعملي، لكن الحمد لله عدت إليكم بعد 6 أيام من انقطاع عن تصوير. وسوف أتحدث عن نهائيات كأس العالم والتي أقيمت في تشيلي، والمباراة النهائية بين منتخبي المغربي شقيق والأرجنتيني تانغو تحت 20 عام في البطولة التي أقيمت في تشيلي والتي انتهى الأسبوع الماضي. والحمد لله حقق منتخب الأسود الأطلسي تحت 20 عام اللقب التاريخي الأول، وهو أكبر إنجازات فرحة للكرة العربية الرائعة. إبداع وما وراءه إبداع، إبداع بإبداع لشبابنا تحت 20 عام. برافو للشباب أسود الأطلس، لعبوا مباراة جميلة وقدموا من أجمل المباريات النهائية. يعني الحمد لله كنت أتوقع صعوبة المباراة. لماذا؟ لأن كان المنتخب المغربي واجه المنتخب الفرنسي بالنصف النهائي، يعني كانت مباراة صعبة جدا. المنتخب الفرنسي سيطر وكاد أن يقصي المنتخب المغربي، لكن الحمد لله في ركلات الجزاء برافو للمنتخب المغربي، والحارسي إبراهيم غوميز تصدر ركلات الجزاء وتأهل للمباراة النهائية، وأقصى المنتخب الأرجنتيني بثنائية ياسير زبيري النجم الأول. لحظة، عفوا في خطأ تشكيلة المباراة نصف النهائي يا شباب. خلينا نرجع للمباريات نصف النهائي. مباراة فرنسا والمغرب، نقل من هو اللي كان الحارس مرمى، عفوا يعني أخطأني، حقه علي. ياسين يانس بن شويش خرج. عبد الكريم صباحي كان الحارس مرمى، عفوا. تصدى لركلتي جزاء المنتخب الفرنسي، الحمد لله وصلهم إلى المباراة النهائية. برافو لهم، شبابنا كانوا مبدعين في هذه البطولة. وسوف نقرأ الآن قراءة عن تشكيلة الفريقين في المباراة النهائية بين الأرجنتين والمغرب. منتخب البطل في رأس المرمى كان إبراهيم غوميز، في الدفاع علي ممار، إسماعيل بواف، فؤاد زهواني، إسماعيل بختي. الجهة اليمنى فؤاد زهواني، والجهة اليسرى إسماعيل بختي.
في خط الوسط نيام بيار، حسام صداق القائد الفريق، وياسين الخليفي خرج دخل بدل منه سعد الحداد. في الخط الأمامي عثمان ماما خرج ودخل بدل منه في الدقيقة 74 الياس بو مسعودي. جاسيم ياسين خرج ودخل بدل منه طه مجني. ياسين زبيري صاحب الثنائية الجميلة ودخل بدل منه يونس البحروحي الدقيقة 86 بعد أن أمنوا المباراة، لأن يانس بن شويش الحارس الأساسي تعرض الإصابة، لكن الحمد لله البدلاء وفروا لنا أداء متميز يا شباب، أداء مشرف للأسود الأطلس في المباراة النهائية. يعني الحمد لله أجمل تعويض كان، مميزين كانوا فريق، كانوا مبدعين، الحمد لله عوضوا كل شيء. مباراة متميزة، قدموا وسجلوا ثنائية وصنعوا الأهداف، يعني كان فن. المنتخب الأرجنتيني نقرأ نظرة سريعة عنه، المدرب المنتخب المغربي من هو كان؟ محمد أويحبي محمد أوحابي المنتخب الأرجنتيني. والخطة كانت 4-2-3-1. الخطة المباراة كانت 4-2-3-1، يعني هجومي اندفاعي قوي. لماذا؟ لأنه الثلاث المهاجم خط وسط الأمامي خلف المهاجم رأس الحربة تعتبر خطة هجومية. 4-2-3-1 إذا خطة هجومية. في الجهة المقابلة 3-4-3 يصير خطة هجومية أكثر، لكنها مشكلة عندما تكون 3 مدافعين. هناك حسنات أنها تضغط كثيرا على الفريق المنافس، يضغط على المنافس، لكن مشكلته يفتح ثغرات للفريق المنافس. هذه الخطة 3-4-3 فتحت ثغرات دفاعية للمنتخب الأرجنتيني لصالح المغرب. حراس المرمى سانتينو باربي، في خط الدفاع توبياس بلاسيو، جوليو سولير، ديلان جروسيتو، خوان فيلافيا خرج ودخل منه سانتياغو فرنانديز، تيو باغانو. خط الدفاع في خط الوسط ميتول ديلغادو، فالنتينو أكونا خرج ودخل بدل منه ماتيو سلفيتي. توماس بيريز خرج ودخل بدل منه توبياس أندرادا. في خط الهجوم ماهر كاريزو، أليخي ساراكو، جوليانو برستاني، وخرج ساركو ودخل بدل منه سافوريدي. واسم المدرب الأرجنتيني دييغو بالستيني. ماهر كاريزو يعني أكيد أصله عربي، أكيد من بلاد الشام، أصله سوري. المهم نرجع للمباراة. فأنا توقعت أن تكون المنتخب الأرجنتيني سيسجل أهداف وإلى ما آخره، لأنه كان واجه مباراة أسهل أمام كولومبيا، فكنت أظن أنه المنتخب المغربي سينهار بدنيا، لكن الحمد لله ممتازين، كانوا أبطال في الملعب، كانوا أبطال. أنا حضرت الشوط الثاني فقط، يعني الشوط الأول كمان حضرت لقطات منه. حضرت المباراة الدقيقة 20 كانوا متقدمين هدف قبل لا شيء، هدف ياسر زبيري جميل، ولكن خلص يعني لأنه كنت مشغول فراح علي الهدف الثاني. حضرت المباراة لكن الهدف الثاني لم أحضره، لكن كانوا متقدمين 2-0 الشباب، أبطال في الملعب ما شاء الله، سيطروا عليهم. المنتخب الأرجنتيني اندفع كثير الهجوم، لكنه للأسف اصطدم الدفاع المغربي 4-2-3-1 خطة دقيقة، لأن الأجنحة اليمين واليسار في الخط الثلاثي هذا الوسط الأمامي المتقدم تمكن من استغلال المرتدات وسجل هدفين، فهنا أربكوا دفاع. لم يستطع المنتخب الأرجنتيني أن يصل المرمى، رغم من الكرات العرضية والبينية وتسديد خارج منطقة جزاء، لكن إبراهيم جوميز كان في المرصاد. عثمان ماما كانت صناعته فنية رائعة. الهدف الثاني لياسر زبيري ما شاء الله إبداع.
محمد مباحي المدرب الكبير، تحية لك، لقد أبدعت. يكفي أنك خسرت انتخابات البرازيل وإسبانيا، الأرجنتين وفرنسا، 4 أبطال سابقين في بطولة العالم تحت 20 عام. ألف مبروك للمغرب، أبطال كانوا في الملعب. ألف مبارك لهذا المنتخب العريق العربي الشقيق، وأتمنى إن شاء الله أن أرى منتخب عربي آخر يفوز كأس العالم تحت 20 عام، وإن شاء الله أيضا الهولنديين، أتمنى فوز الهولندي. والله إني حزنت كثيرا أنه لم يفز باللقب. والأسباب التي تفوق بها المنتخب المغربي على الهولندي في هذه البطولات، الكرة المغربية أعدت لكي يفوز البطولات. في المقابل جاء مقابل الهولنديين أصحاب الكرة الشاملة الجميلة، مشكلتهم مع أنهم أفضل كثير بالقوة البدنية واللعب والمهارات والسرعة، لكن مشكلته يعدون للمنتخب الأول، لا يعدون منتخبات الشباب تحت 20 عام، تحت 17 عام، تحت 23 عام ليفوزوا ببطولات. لذلك برافو على المغرب، أنشأوا فكرة صحيحة مثل إسبانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإنجلترا أن تفوز أيضا البطولات الناشئين، لا تكتفي المنتخب الأول. المنتخب الهولندي يجب أن يعود عن أخطائه، المنتخب الوطني الهولندي يجب أن يعود عن أخطائه وأن يطبق القرار السليم. يجب العودة إلى الخطة السليمة ولا سيبقون بمكانهم. يعني يجب أن يفوزوا ببطولات الشباب حتى يعد المنتخب الأول أقوى. يعني مدارس أكاديميات متميزة هولندا، لكن مشكلتها هي تعتمد على النوادي. المغرب لا، اعتمد على أبناء البلد ومن الحكومة دعم حكومي. هنا لا، اعتمدوا على الأندية. هولندا هنا أفضل كثيرا، ولكن مشكلة هنا اعتمدوا على الأندية. هنا نجحوا، اعتمدوا على أبناء البلد. هنا لا، اعتمدوا أن يكون الأندية هي اللي راعية المسيطرة. لا، الحكومة سيطرت ودعمت ووفرت لهم كل شيء للنجاح. هنا لا، الأندية. الكرة الهولندية متميزة، لكن المغرب تفوقت بشيء اسمه النظام الأوروبي الأصيل القديم، استخدموه صح، استخدموا النظام الأوروبي الأمريكي الجنوبي الصح. انتهت أيضا منتخبات الشباب والناشئين والأولمبي. هنا هولندا فلسفة اعتماد على المنتخب الأول خطأ. يعني كل مهاراته المتميزة تفوقهم كثير على المغرب لو أعدوا هذا النظام. فهولندا تحتاج إلى الكثير. قبل أن نختتم الفيديو، نقرأ لكم بعض المصطلحات الإنجليزية للمباراة النهائية كأس الشباب. نقرأ لكم يا الشباب مصطلحات إنجليزية للمباراة النهائية كأس الشباب. نقرأ لكم مصطلحات إنجليزية مهمة. نهاية تحت 20 عام، نهاية كأس العالم تحت 20 عام. يعني نتكلم الآن ما هي مصطلحات كيك أوف، بداية المباراة. فيرست هالف الشوط الأول، سكند هالف الشوط الثاني، إكسترا تايم الوقت الإضافي، فول تايم الوقت الرسمي والوقت بدأ ضائع، يعني انتهت يعني. طيب، فاينل ويستل، فاينل ويستل صافرة نهاية المباراة. جول هدف، فري كيك ركلة حرة، بلانتي كيك ركلة جزاء، اوف سايد تسلل معروف، كورنر كيك ركلة ركنية، يلو كارد بطاقة صفراء، ريد كارد بطاقة حمراء، سبستيوشن تبديل لاعب، injury time or added time الوقت المحتسب بدل ضائع، man of the match رجل المباراة، champions البطل، runner up الوصيف، referee حكم مباراة، linesman linesman or assistant referee مساعد حكم الخط،
ماتش ريبورت تقرير المباراة. فيكتوري اور وين، الفوز أو انتصار. ديفيت هزيمة. نظام البطاقة الخضراء. البطاقة الخضراء في كأس العالم سوف نقرأ الآن عنها قليلا، يعني اختصار طويل. البطاقة الخضراء هي تمنح كمكافأة سلوكية إيجابية للاعبين الذين يظهرون روح رياضية عالية أو سلوكا نزيها أثناء المباراة. الهدف منها هو تشجيع القيم الأخلاقية في كرة القدم وليس معاقبة الأخطاء مثل البطاقة الصفراء أو الحمراء. يعني متى تمنحية؟ في هناك المواقف عندما يعترف الحكم أنه لم يملس داخل منطقة الجزاء رغم احتساب ركلة الجزاء له للفريق المنافس A وليس B. إذا أوقف اللاعب طوعا عندما يرى أن اللاعب الخصم مصاب عند مساعدة الحكم أو الخصم بطريقة رياضية. 4. أو أي تصرف يظهر اللاعب النظيف الأمانة. متى تم تطبيقها؟ أول مرة كانت في سيريا بي في موسم 2016-2017. هو الغرض منه كان تشجيع السلوك الإيجابي بين اللاعبين. هو لم يكن له أي تأثير تأديبي أو إداري، بل كانت رمزية فقط، وتم تسجيل أسماء اللاعبين الذين حصلوا عليها لأغراض تقدير. هي استخدمت في كأس العالم تحت 20 عام. استخدمت في حالات مثل المباراة النهائية تحقق ركلات جزاء، يعني استخدموها أثناء المباراة النهائية بين الأرجنتين والمغرب، لكن الحمد لله كان قرار الحكم السليم الأساسي، الحكم الساحة لم يحتسب ركلات جزاء. هم تحدوا واستخدموا البطاقة الخضراء مرتين الأرجنتين، لكن الحمد لله كان قرار حكم الساحة أقوى من أي شيء. والحمد لله الحكم الفار، الحكم المساعد ريفري اسيستنت كان قراره سليم واحتسبها، لم يحتسب ركلة جزاء. برافو. يعني حتى مباراة فرنسا والمغرب في النصف النهائي استخدموا أيضا الحالات، لكن الحمد لله نجحوا المغرب بها، وفرنسا خرجت ذليلة في هذه المباراة الحمد لله نصف نهائي. ظنوا أن ركلة الجزاء في الدقيقة 119 الوقت الإضافي يحتسب ركلة جزاء، لكن الحمد لله كان الحكم أذكى منهم. على كل حال نبارك لهؤلاء الأبطال، أبطالنا شجعان، وشكرا لكم جميعا يا أيها الأسود، وإن شاء الله تفوزون كأس العالم للكبار. والمنتخب الهولندي أيضا أتمنى له فوز كأس العالم. هذا المنتخب العريق جماهيرنا الهولندية كبيرة، ننتظر في العالم، حتى الجماهير العربية ينتظرون فوز هولندي بكأس العالم ذات يوم، أو منتخب أفريقيا كالمنتخب الغاني. الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك للزعيم المغربي.